في أزقة مدينة فاس العتيقة عاش مراد، شاب طموح ذو قلب مرهف، أحب جارته ليلى، فتاة جميلة خلوقة. حلم مراد بالزواج من ليلى وبناء حياة سعيدة معها. اقترب موعد ليلة القدر، وانتظر مرادها بفارغ الصبر، سائلا الله أن يرزقه ليلى. أثناء صلاته في المسجد شعر مراد بشعور غريب، كأن قوة خفية تسيطر عليه. رأى رؤى مخيفة وسمع أصواتا وهمية. في اليوم التالي استيقظ مراد منهكا عاجزا عن التركيز. تغيير سلوكه وأصبح عدوانيا عصبيا. لاحظت عائلته ذلك وحاولت مساعدته، لكنه رفض، متهما إياهم بالتآمر ضده. تدهورت حالة مراد بسرعة، وأصبح يعاني من هلوسات سمعية وبصرية. يتجول في الشوارع متحدثا بكلام غير مفهوم. حاولت العائلة عرضه على أطباء نفسيين، لكنه هرب. في إحدى الليالي اختفى مراد. بحثت عنه عائلته، لكن دون جدوى. أثر عليه الشرطة في حي فقير في حالة يرثى لها. نقل مراد إلى مستشفى الأمراض النفسية، حيث تم تشخيصه بمرض نفسي حاد. حاولت عائلته علاجه، لكن حالته لم تتحسن. في هذه الأثناء عاشت ليلى في حزن عميق. أحبت مراد بصدق، لكن تدهور حالته واضطرار عائلتها لزواجها من رجل آخر كان قاسيا عليها. تزوجت ليلى رغما عنها، لكن قلبها ظل مع مراد. مرت السنوات وتغيرت الأحوال. تحسنت حال مراد تدريجيا وعاد إلى حياته، لكنه لم ينسى ليلى أبدا. عندما التقي الصدفة بعد سنوات طويلة تبادل النظرات حزينة. تحمل الكثير من الذكريات والألم. كان اللقاء مؤثرا، لكنه لم يغير من الواقع شيئا. فقد مضى الزمن وتغيرت الظروف، وبقي مراد وليلى يحملان في قلبيهما ذكريات حبا لم ينتهي رغم كل الصعاب. لقد كان مرض مراد واختفائه وليلى وزواجها أحداثا غيرت مسار حياتهم للأبد، متركة بصمة عميقا في نفوسهم.